سيدخل المنتخب المغربي نهائيات كأس إفريقيا بلائحة كل لاعبيها، خاضوا العديد من المباريات الدولية وراكموا خبرات كبيرة على المستوى الدولي، باستثناء 3 لاعبين لم يبق لهم أن خاضوا أي مباراة مع المنتخب المغربي الأول. ويتعلف الأمر بكل من مهدي بن عبيد حارس مرمى الجيش الملكي، عبد الكبير عبقار مدافع ألافيس الإسباني، وشادي رياض مدافع ريال بتيس الإسباني أيضاً. فاللاعبون الثلاثة سيبحثون عن تجاربهم الدولية الأولى في كأس بكوت ديفورا. وإن كان رياض قد خاض تجربة إفريقيا سابقة عندما شارك مع المنتخب الأولمبي في نهائيات كأس إفريقيا لأقل من 23 عاماً في نسختها الأخيرة التي توج بها المنتخب المغربي.